سمعنا قبل كده جملة التغيير هو الثابت الوحيد، لكن لما بيحصل التغيير بنتصرف كأننا متفاجئين، كأنه ضيف غير مرغوب فيه. وده لأن التعامل مع التغيير مش إنك تتحمل التغيير اللي حصل، لكن إنك تستغله صح. المشكلة بتكون في مقاومة التغيير. عقلنا بيشوف اللي حصل كأنه فقدان للوضع المريح اللي احنا فيه، أو فقدان للسيطرة، أو إن أنا فقدت الهوية القديمة بتاعتي. بنركز على ايه اللي بيضيع بدل ما نركز على ايه اللي ممكن نكسبه من التغيير ده، وده بيخلينا نضيع وقت قيم جدا في مقاومة شيء بيحصل فعليا عشان نقدر نغيره، وبنفقد فرص اننا نكون من المستفيدين من التغيير ده. التعامل مع التغيير هو مهارة التحول من الضحية للمبتكر، القدرة على رؤية التغيير كفرصة مش كنهاية. المهارة دي بتعتمد على المرونة المعرفية، إنك تكون مستعد تغير طريقة تفكيرك وأدواتك بسرعة، وتبني عقلية المتعلم المستمر اللي بيشوف كل تغيير كأنه كورس تدريبي جديد قابل للتطبيق. التغيير بيحصل سواء كنت مستعد أو لأ، لكن التعامل معاه بفعالية هو اللي بيحدد إذا كنت أنت القائد للموجة دي ولا هتغرق فيها. جرب تمرين سيناريو الأسوأ. لما يحصل أي تغيير كبير في حياتك، بدل ما تقاومه اكتب أسوأ 3 نتائج ممكن تحصل بسببه، وبعد كده اكتب خطة بسيطة للتعامل مع كل نتيجة. مجرد ما تقدر تحدد الأسوأ وتحضر له، قلقك هيقل بشكل كبير، وهتكون مستعد تتعامل مع كل سيناريو، وهتشوف الموضوع أبسط بشكل كبير من اللي كنت قلقان منه. وده هيخليك تركز على الخطوات العملية اللي تبدأ بيها من دلوقتي. لو عايز تعرف ازاي تحول كل تغيير في حياتك المهنية والشخصية لنقطة قوة، أجندة من الألف للياء بتعلمك ازاي تخطط وتتعامل مع المستقبل بشكل فعال ومؤثر. هتلاقي فيها صفحات مخصصة تعرف تخطط فيها لكل تغيير بيحصل في حياتك بشكل فعال. اطلب الأجندة دلوقتي وطبق خطوات عملية للتعامل مع كل تغيير في حياتك. ولو عندك أي سؤال اكتب لنا في التعليقات وهنرد عليك.